حلقة بعنوان الأهلي يتحدى الأهلي. وأنا لما بقول لكم يا جماعة إن النادي الأهلي بينافس نفسه على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري تبقوا تصدقوني. هستعرض كل حاجة بالأرقام وبالإحصائيات، والقطنة ما بتكدبش. النهاردة بإذن الله الأهلي هيقابل سيراميكا كليوباترا في استاد القاهرة الساعة 9، لقاء متأجل بينهم من الجولة 19. الأهلي النهاردة عنده تحديين. التحدي الأول، الأهلي عمل 16 فوز متتالي، وده رقم مفيش فريق في مصر حققه. النهارده برضو التحدي التاني لمارسيل كولر. عندنا طبعا اسطوره كبيره اسمها مانويل جوزيه، عمل 17 فوز متتالي. النهارده في ايدك يا مارسيل يا كولر اللي انت تتساوى مع الاسطوره بتاعتنا مانويل جوزيه وتحقق 17 فوز متتالي. وليه لا تكسر الرقم ده، والماتش اللي بعده باذن الله تحقق الرقم ال 18، واللي بعده تحقق الرقم ال 19، عشان باذن الله النادي الاهلي يفضل يكسر هو في ارقامه. هنستعرض مع بعض باذن الله تاريخ المواجهات بين الفريقين، بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا، وكمان الترتيب بتاعهم في جدول الدوري. بس قبل ما نبتدي حلقاتنا، قبل ما نبتدي حلقتنا، عايزك تصلي على الحبيب، عايزك تدعي لاخواتنا في فلسطين ربنا يرحمهم، عايزك تدعي لاحمد رفعت الله يرحمه، وبرضه ما تنساش تدعم اخوك بلايك وشير. لو انت بتتفرج عليا من التيك توك او من الفيسبوك اعمل لايك وشير، واعمل لي متابعه. لو انت بتتفرج عليا من اليوتيوب اعمل لي لايك وشير، واعمل كومنت لذيذ كده، وفعل زر الجرس، واعمل لي سبسكرايب، يعني دلعني كده. نستعرض بعض الارقام. الاول في تاريخ مواجهات الفريقين، الاهلي لاعب سيراميكا كليوباترا 8 مباريات. الاهلي فاز في 6 مباريات، ومن ضمن الفوز ده الاهلي فاز على سيراميكا كليوباترا 4 والمره 4، يعني مرتين 4، واتعادلوا في ماتشين. الهداف التاريخي للنادي الاهلي محمد مجدي قفشه. الاهلي سجل في سيراميكا كليوباترا 13 هدف، وسيراميكا كليوباترا سجلت في النادي الاهلي هدفين. دي بعض الارقام والاحصائيات اللي هي تاريخ مواجهات الناديين مع بعض. تعال نستعرض كده جدول الترتيب بتاعهم. النادي الاهلي طبعا في المركز الاول ب 69 نقطه، لعب 27 مباراه، فاز في 22، اتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين. على الناحيه الثانيه سيراميكا كليوباترا لعب 30 مباراه، عنده 44 نقطه، كسب فاز في 12 مباراه، وتعادل في 8، وخسر في 10 مباريات. طبعا الترتيب بتاع سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن. طبعا الاهلي عنده 61 هدف وعليه 23 هدف. طبعا ده رقم ضخم جدا، رقم ضخم جدا، برضو يشعرك بالقلق، بالقلق بمعنى اصح يعني. عندك سيراميكا كليوباترا مسجل 47 هدف، وده رقم كويس جدا لنادي في المركز الثامن، وعليه 34 هدف. انا برضو انا بقول ان 23 هدف ان هم يخشوا في مرمى الاهلي كتير جدا، وانت اصلا لاعب 27 مباراه. فلما انت لما يخش فيك 23 هدف، لا ده رقم كبير جدا جدا جدا. الاهلي المفروض كان بيعمل مباريات كتير جدا 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 كلين شيت، فاللي انت يخش فيك 23 هدف ده نسبه كبيره جدا، انا من وجهه نظري شايفها، وفي قصور في الحته دي ولازم تتعالج. طبعا الاهلي بيسعى دلوقتي ان هو يتعاقد مع مدافعين كويسين، مع وسط ملعب كويس، وباذن الله يعني الصفقات الجديده ان الاهلي بيتعاقد معاها تعمل فارق. غير كده طبعا انا من وجهة نظري شايف ان محمد عبد المنعم ما ينفعش يمشي الا لو جاي في نادي كبير ورقم كويس. انا ممكن بس لازم توفر انت طبعا البديل، لان انت لو ما وفرتش البديل هنخش في مشكله. زي ما برضو طلعت اليو ديانج لنادي الخلود السعودي، فانا برضو شايف ان دي مشكله. انا ما اعرفش الاهلي برضو طلع اليو ديانج ليه. انت شفنا كلنا الماتش اللي فات بتاع المصري، لا نص ملعب الاهلي كان متاخد منه، فده ما ينفعش. كريم ندفيد، مع احترامي كبير لكريم ندفيد، لا انا مش عارف بقى هو بعيد عن مستواه ولا هو اصلا مستواه كده، بس المهم اللي احنا الناتج في الاخر احنا لنا نص الملعب الله اكبر شوربه، ما كانش فيها الا اكرم وهو لوحده. فطبعا دي برضو بعض الحاجات وبعض الملحوظات اللي انا لاحظتها. يعني ما اعتقدش يعني ان الاهلي يعني هيكسل شويه في موضوع الصفقات ده. لا انا بتمنى طبعا الاهلي يجيب صفقات
جامده، وبرده صفقات سوبر حتى لو تدفع فيها مبالغ. بس انت اصلا دلوقتي بتنافس، شوف في كام بطوله بتنافس: في بطوله افريقيا، سوبر افريقي، الدوري العام، كاس مصر، البطوله اللي هي بتاعت كاس العالم الجديده، غير اللي هي البطوله اللي هي الانتر كونتيننتال دي. برضو دي يعني انت عايز سكواد كبير وسكواد قوي عشان يقدر يستحمل طبعا حاجات. يعني الاهلي الحمد لله لحد النهارده الفريق كله واقف على رجله، ودي حاجه برضو يعني تشعرك ان لا، في حتى المدربين بتاع الاحمال الدكتور مارسيل كولر واخد باله برضو بيأيد كل لعيب مثلا لعب كام ماتش، الجهد البدني بتاعه، اجازاته، الحاجات دي كلها. طبعا انا مبسوط منها ان الاهلي وصل برضو لمرحله كويسه. كنا الاهلي بيجي في نهايه الدوري بيفيص طبعا مع ضغط المباريات. الاهلي برضو لعب كميات مباريات واللعيبه استهلكت بطريقه بشعه، يعني مفيش كده في الدنيا. بس ما علينا، يعني عشان كده بقول لك للاهلي لازم يجيب سكواد قوي وسكواد كويس يستحمل معاه كميه البطولات. وبعدين طبعا انتوا عارفين ان جمهور الاهلي والنادي الاهلي لما بيخش على بطوله بينافس فيها حتى لو كاس العالم. فعشان كده لازم يبقى باذن الله عندنا سكواد قوي ولاعيبه اقوياء باذن الله. ده طبعا كان بعض استعرضنا مع بعض الارقام وبعض الاحصائيات ومواجهات الفريق والهداف والكلام ده كله. يا رب تكون الحلقه تكون خفيفه ولذيذه عليك كده. ولو انت عجبتك الحلقه يعني ايه، اعمل لي كومنت في اللذيذ كده باذن الله. وطبعا النهارده باذن الله نتمنى الفوز للنادي الاهلي عشان يتصدر او يفضل في الصداره بتاعه الدوري العام. برضو في نقطه تانية ملحوظه برضو من الماتش اللي فات لما لعبنا مع المصري البورسعيدي، ارضيه الملعب يعني استغفر الله العظيم يا رب، دي ما يتلعبش عليها بمواشي مش بني ادمين. نجيله عاليه والارض ناشفه والكوره بطيئه وممكن اصلا لعيبه تتصاب وتجهد. ادينا شفنا برضو امام عاشور برضو من الارضيه، حسين الشحات شفناه برضو عشان الارضيه زي الزفت، البساط. كل ده المفروض برضو طبعا في طبعا اتحاد الكوره مش فاضلنا، اتحاد الكوره في الطراوه. وفي برضو بعض الحاجات بس مش هنتكلم عليها دلوقتي. المهم ايه يعني، دي ملحوظه انا شفتها عشان برضو دي الحاجات دي اثرت على النادي الاهلي في الماتش اللي هو بتاع المصري دوت. وكده السلام عليكم.